السلام عليكم. النهارده هنعمل صينيه البطاطس بطريقه سهله وسريعه جدا. طعمها لذيذ قوي، والبطاطس واخده سوا حلو. وازاي تطلع لي صوص مظبوط كده، ما يبقاش صايص، لا يبقى تقيل ولذيذ يتاكل مع الرز، يبقى طعمه روعه. هنقول كمان ازاي اللحمه تكون مستويه ودايبه كده في الصوص وتاخد اللون الاحمر المظبوط. قبل ما نبدا بس ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. انا جبت هنا بصله كبيره هقطعها جوليان شرايح تكون رفيعه على قد ما نقدر، وهفرط كده الشرايح دي من بعضها. وبعدين ابدا احط التوابل بتاعتي: معلقتين صغيرين من الملح، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الكمون، حبه كزبره، وكمان معلقه من البابريكا. ولو في بقى كوبيبه صيني او ممكن البديل بتاعها جوز الطيب بيدي طعم حلو قوي. وادعك بقى البصل ده في كل التوابل كويس جدا. الحركه دي ان انا ادعك البصل في التوابل بتديني الصوص المظبوط اللي طعمه حلو قوي. كمان حطيت معلقه من البابريكا علشان تدي لون حلو كده واحمر حلو. بعد كده قطعت الفلفل الرومي بتاعي شرايح وهنزل عليه بالبصل وتقليبه صغيره وبس كده. هروح بقى احضر الصلصه بتاعتي في الخلاط. هضرب طماطم، او انا استخدمت هنا الصلصه التقيله اللي احنا كنا عملناها قبل كده، هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف. حطينا كمان معاها معلقه من الصلصه، كوبايه من الشوربه، و3 فصوص توم، والبهارات بتاعتي ملح على فلفل على كمون كده مخلوطين ببعض. هضرب بقى الكلام ده مع بعض واروح للصينيه بتاعتي اشوح بقى الخضار اللي احنا دعكناه ده بحبه سمنه كده على حبه زبده، يعني المتاح موجود عندكم. وبعد ما يتشوح شويه يا دوب الخضار يدبل، نزلت عليه بالصلصه اللي احنا حضرناها مع بعض. هقلب بقى الصلصه في الخضار كويس، وبعدين ابدا ارص البطاطس. طبعا بكون مقطعاها مش رفيعه ومش تخينه، يعني متوسطه علشان ما تتهريش مننا. هرص البطاطس بتاعتي كده في الصينيه بالشكل ده لحد ما اخلص الكميه كلها. احاول بس على قد ما اقدر اغطيها كلها بالصلصه، ما يبقاش في حاجه كده طالعه منها. الصلصه بتاعتي تقيله، هزود لها كده كوبايه شوربه. ما تقلقوش منها خالص، كده كده البطاطس بتطلع النشا بتاعها وبتختم وبتبقى حلوه جدا، فما تقلقوش تحطوا شوربه. شرايح بقى من الطماطم على قرن فلفل حامي كده يظبطوا شكل الصينيه، وهغطيها 10 دقايق بالظبط. اغطي عليها شويه، هدي النار واسيبها بقى تاخد سوا براحتها على النار. تعالوا نعمل بقى حبة رز بالشعرية في ال10 دقايق دول. معلقة سمنة بلدي على شوية زيت، وحمر الشعرية لحد ما تاخد لون ذهبي، وبلاش تغمقوها. انا هنا استخدمت كوباية من الشعرية لكوبايتين ونص من الرز. هنزل عليها ب3 كوب من الشوربة او المية اللي يعجبكم، بس هي الشوربة بتخليها ألذ وأطعم. واول ما تبدأ تغلي انزل الرز وبكون غسلاه ومصفياه كويس. اظبط بقى الملح بتاعي واسيبها لحد ما تشرب. واول ما الرز يتشرب هسيبه لمدة 20 دقيقة على نار هادية خالص على الشياطة. تعالوا نشوف بقى البطاطس بتاعتنا بعد ما سويناها. خدت تقريبا نص ساعة على نار البوتاجاز. هبدأ ارصلها اللحمة واغطيها كويس كده بالصلصة عشان تاخد لون احمر حلو. شوفوا، انا بعمل طاجن البطاطس بطريقتين، ودي الطريقة السريعة اللي بعملها لما اكون مستعجلة. في طريقة تانية كده بشوح فيها اللحمة الاول وبرضو طعمها بيبقى رائع، بس الفرق ان اللحمة نفسها بتبقى واخدة من الطعم قوي، يعني طعمها من الطاجن قوي. ان شاء الله هعملها لكم في فيديو تاني وتجربوا الاتنين. ندخلها الفرن رف اوسط على درجة حرارة 200، والفرن يكون ساخن جدا لحد ما البطاطس تتشرب الصوص وتتقل وشها يحمر. لقيتوها اتشربت وما خدتش لون احمر، هنطفي الفرن ونحطها تحت الشواية 10 دقايق. ملاحظة صغيرة: لو حسيتوا اللحمة اتحمرت ولسه البطاطس ما خدتش اللون الاحمر ده، اقلبوا اللحمة على الجهة التانية عشان ما تتحرقش او تنشف. مشكلة صينية البطاطس ان اللحمة بتتحمر بسرعة وتنشف ونصها يضيع، بس لو قلبناها هتفضل طرية ومحافظة على طعمها ولونها. هشوف بقى الرز بتاعي، اقلبه كده كويس. شايفين طالع مفلفل خالص ومفرفر كده من بعضه، بجد جميل قوي وطعمه كمان لذيذ جدا جدا. قلبته بس تقلبتين كده يخرج البخار وخلاص على كده. شايفين بقى البطاطس بعد ما خرجت من الفرن جميلة جدا جدا، واخدة اللون الاحمر اللي انا عايزاه. البطاطس مستوية سوا مظبوط، اللحمة كمان واخدة لون حلو قوي ومش محروقة ولا ناشفة، جميلة جدا جدا. هقدم بقى البطاطس جنب الرز بالشعرية وشوية سلطة. بصوا البطاطس مستوية وشكلها لذيذ ازاي. هستناكم تجربوها وتقولي رأيكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.